هاي جايز، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. او اخر فيديو يا جماعه نزلته اللي هو كان ده جه عليه دعم كتير جدا جدا جدا، وبجد يا جماعه انا سعيده جدا وبشكركم جدا على الدعم اللي جاي. بس بصراحه زي ما كان في دعم تحس ان كان في قنبله حرفيا، لسبب لقيت في كومنتات كتير قوي 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 زي ما انتم شايفين كده. مش عارفين يذاكروا مواد معينه، وكان من ضمن المواد اللي هي عماله تتكرر كتير هي التاريخ والتفسير والحديث والعربي. يعني بالنسبه للعربي يا جماعه انا بذاكر من على النت، بذاكر من عند مستر محمد قسام. هو شاطر جدا جدا يا جماعه بصراحه، وهو اللي لمم لي النحو والصرف السنه دي والسنه اللي فاتت برضه. العربي كل اللي احنا محتاجينه ان احنا نفهم قواعد النحو ونحل عليها، واهم من ان احنا نفهم القاعده حرفيا ان احنا نحل عليها، لان اسئله الكتاب احيانا بتبقى كده شويه، وبعدين نحل محافظات. هو ده العربي باختصار يعني. بس ده بقى بالنسبه للعربي. تعالوا بقى نشوف التاريخ اللي عمال يجي عليه كومنتات كتيره جدا جدا جدا، هو والتفسير والحديث، ونشوف ازاي هنذاكرهم قبل الامتحان بحرفيا 15 يوم تقريبا. يلا بينا. جهزتلكوا شويه حاجات هنا. شات جي بي تي ساعدني شويه، فهقول لكم الحاجات اللي شات جي بي تي قال لي عليها ان ازاي نفهم التاريخ والتواريخ. اول حاجه بالنسبه لان احنا ازاي نذاكر التاريخ، اول حاجه لازم نفهم الحدث، يعني نفهم الاطراف والنتيجه. عارفين لما بيظهر لكم ريلز على الانستجرام، مثلا حصل قصه كذا 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 وحصل مش عارفه ايه، وتبقى قصه مؤثره او حاجه محتوى انتم مهتمين بيه، بيقول لكم التاريخ. عارفين لما بيطلع لكم ريلز على الانستجرام عن قصه معينه حصلت في سنه معينه، والقصه دي بيفضل يفصصها لكم ويقول لكم حصل فيها ايه وايه، ولما يقول لكم التاريخ ده بنسبه كبيره بيلزق في دماغكم. لما بتفهموا القصه والاحداث والنتيجه التاريخ بيلزق في دماغكم. عشان كده لازم نفهم ان التاريخ مش مجرد حفظ اعمى، لا احنا لازم نفهم الحدث ولازم نفهم كمان النتيجه. وهنا بقى هيلزق التاريخ اللي احنا هنحفظه، زي مثلا 1928 1959 كده، 1811 كده يعني. طيب انا دلوقتي عندي مشكله ان انا مش عارفه افهم. طيب انا دلوقتي بقى عندي مشكله ان انا مش عارفه افهم تاريخ اصلا. افضل مدرسين دراسات انا كملت معاهم السنه دي وبجد كانوا تحفه جدا جدا جدا، هم مستر مهاب سلامه وميس مارينا عاطف. ميس مارينا عاطف تحفه يا جماعه، ومستر عبد مسعد شاطر قوي. لازم كمان واحنا بنذاكر التاريخ نعمل حاجه اسمها خط زمني زي ده كده. الخط الزمني ده لازم نعمله لان بكل بساطه العين بتحفظ اسرع من الدماغ. ونفس الموضوع ده يا جماعة في الحديث. احنا اول حاجة محتاجين نفهم الحديث كويس، محتاجين نفهم قصة الحديث ده، عشان كل ما نفهم اكتر كل ما الموضوع هيتثبت اكتر. يا جماعة الموضوع مش بالحفظ خالص، لازم في الحديث نفهم القصة كويس. طب سؤال، ازاي احفظ المعاني؟ انا مش عارفة احفظ معاني، ولا عارفة احفظ اسئلة مقالية، ولا عارفة احفظ اي حاجة من الحاجات دي. معلش هقول لكم على حاجة دلوقتي. بصوا بقى ركزوا معايا عشان اقول لكم طريقة فعلية كويسة جدا للمذاكرة. لما اجي بذاكر بحط الكتاب كده قدامي، ولازم اتاكد على قد ما اقدر ان مفيش حواليا اي نوع من التشتت. والاوقات دي يا جماعه طبعا تبقى وقت اللي هو الفجر، الوقت اللي هو بيكون فيه نوم او نوم العيله يعني او كده. الاوقات دي يا جماعه تبقى احسن اوقات ممكن البني ادم يذاكر فيها، لانها بتكون بعيده جدا عن التشتت. عندي دلوقتي طريقتين للحفظ. لما يكون عندي سؤال مقالي او حاجات زي كده هقول لكم دلوقتي تحفظوها ازاي. اول حاجه احنا عندنا دلوقتي طريقتين. اول طريقه هي طريقه اسمها 3-2-1، والطريقه دي يا جماعه عرفتها من مستر مهاب سلامه. اول حاجه بتقري الحاجه بصوت عالي 3 مرات، وبعدين بتبصي فيها بعينك مرتين. يا جماعه حوار البص بالعين ده مهم لان العين بتحفظ اكتر من الدماغ. وبعد ما نبص عليها مرتين لازم نكتبها مره واحده بخط ايدنا. دي كانت الطريقه الاولى. تعالوا دلوقتي اوريكم الطريقه التانية. الطريقه التانية ان انا مثلا بقرا السؤال المقالي كله، وبعدين اجيب ورقه واكتب كل اللي انا فاكراه من السؤال ده. بالطريقه دي احنا بنقدر نعرف ايه اللي مخنا قدر يفتكره وايه اللي مخنا ما قدرش يفتكره عشان نركز عليه. ده طبعا احسن من ان احنا نفضل نبص ونكرر المعلومه بس من غير ما نفهم احنا عارفين ايه مخنا افتكر ايه او كده. وهنفضل نعيد الكرة دي كذا مرة لحد ما نتأكد ان السؤال ثبت في دماغنا، وكده مش هننساه ابدا. عايزين بقى بعد ما نخلص الدرس بتاعنا نراجع عليه مراجعة ذكية. يعني انا خلصت الدرس بتاعي، خلصت اهو، بعديها بيوم اراجع عليه، بعديها ب3 ايام اراجع عليه، بعديها باسبوع اراجع عليه. طبعا خدوا بالكم انا مش بتكلم، احنا مش هنعمل كده مع درس واحد، احنا خلاص الامتحانات قربت، يعني لازم نعمل كده مع شلة دروس كويسة. هنستخدم واحنا بنعمل كل ده البومودورو تكنيك عشان نقدر ان احنا نذاكر فترات طويلة من غير ما نزهق او نتعب. دي بتكون 45 دقيقة مذاكرة و15 دقيقة استراحة، او لو انتم مكسلين ممكن تبدأوا 25 دقيقة مذاكرة و5 دقايق استراحة.
الطريقة دي بنحاول ان احنا نجدد تركيزنا فيها. وحاولوا على قد ما تقدروا انكم في الاستراحة ما تمسكوش ريلز الانستجرام او ايا كان الريلز اللي بتمسكوها، لان هي بتعمل تشتت. طيب بعد ما اتاكد ان انا حاولت ان انا على قد ما اقدر ان انا اخد فكرة عن المنهج، هنبدا ان احنا نبص على المحافظات اللي هي محافظات الامتحانات اللي هي زي دي او ايا كان المادة اللي انتوا بتذاكروها، وابدا احل محافظة واحدة الاول، وبعدين اشوف ايه الاسئلة اللي انا معرفتهاش في المحافظة دي واروح اذاكرها. يعني انا مثلا معرفتش سؤالين في محافظة القاهرة مثلا، اقوم رايحة بعد ما اخلص المحافظة دي واحلها كلها، اقوم رايحة ومذاكرة السؤالين دول. وعادي يا جماعة لو لقيتوا ان انتوا عندكم غلطات اكتر من سؤالين او 3 براحتكم عادي، احنا لسه في فترة تدريب نعك براحتنا. طيب هنفضل نعمل كده مع كل المحافظات لحد ما هنلاقي نفسنا ان احنا بقينا بيرفكت، ولقينا نفسنا ان احنا مش بنغلط في اي سؤال. وهنا يا جماعة هنكون الحمد لله قدرنا ان احنا نخلص المنهج ونبقى مستعدين ان احنا نخش الامتحانات. وطبعا يا جماعة اوصيكم جدا بمراجعات اليوتيوب. مراجعات اليوتيوب اللي هي المدرسين بيعملوها دي مهمة جدا وكويسة جدا بجد، هتنفعكم جدا وبتبقى بتنقذ احيانا كتير. وبس كده نكون خلصنا الفيديو. اتمنى ان يكون الفيديو عجبكم، واتمنى ان تكونوا برضو استفدتم. ويا جماعة اي فيديو عايزيني اعمله ليه علاقة بالمذاكرة او ليه علاقة باي حاجة اكتبولي في الكومنتس وهشوفه وهرد عليكم. بس كده، باي.